ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل جلاش البيتزا، بجد تحفة ويدينا طعم البيتزا من غير العجن ومن غير ما ياخد وقت معانا خالص. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. اول حاجة هنعصج اللحمة بتاعتنا. عندنا بصلاية مفرومة حجم متوسط. اول ما تدبل معانا كده وتاخد لون بسيط هننزل باللحمة المفرومة، حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وهنضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل ونقلبها لحد ما تفك معانا تبقى بالشكل ده. هنضيف حوالي معلقة صغيرة من البهارات ورشة صغيرة من الكوبيبة الصيني ورشة من الجنزبيل ورشة جوز الطيب، وكده اللحمة جاهزة معانا. هنضيف فلفل رومي متقطع مكعبات، حابب يضيف حراق مفيش مشكلة، ونقلبهم مع بعض. وهنضيف زيتون هنقلبهم تقليبة، وبعدين هنطفي عليه، وقبل ما نطفي على طول هنضيف طماطمايه متقطعة مكعبات صغيرة، هنقلبها تقليبة ونطفي عليها. وكده الحشوة بتاعتنا جاهزة. عندنا السمنة بتاعتنا حوالي كوباية كبيرة من السمنة، عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان التوريق. هندهن الصينية بتاعتنا، وهنضيف أول ورقة بالشكل ده. أنا هتنيها بس عشان مقاس الصينية بالشكل ده، وهنضيف نص الكمية، وبعدين هنبتدي نضيف الحشوة بتاعتنا. انا مضفتلهاش جبنة، هضيف الجبنة من على الوش، اللي حابب يضيف جبنة من جوه ومفيش مشكلة بالشكل ده. بعد ما خلصنا كل الكمية بتاعتنا بالشكل ده هندهن السمنة اللي فضلت معانا نحطها على الوش بالشكل ده، ونقطع الصينية بتاعتنا. والجزء اللي متصورش هنضيف كوباية من اللبن، عليهم رشة صغيرة من الفلفل ورشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنضيفهم على الصينية بعد ما نقطعها. وبعدين هنضيف فلفل الوان وطماطم وزيتون، وهنضيف الجبنة في الاخر لما نيجي نحمر وشها، وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 200. هنحطها من تحت لحد ما تاخد لون معانا، وبعدين هنحط لها جبنة موتزاريلا ونحطها تحت الشواية تاخد لون، وتبقى معانا بالشكل ده. بجد تحفة وطعمها في منتهى الجمال، طعم البيتزا بالظبط ومن غير تعب ولا مجهود ولا عجن. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.